معطوب الوناس مغني قبائلي اشتهر في فترة التسعينات بأغانيه المعادية لنظام الحكم والتمرد على سياسة البلاد في هذاك الوقت. ولد مسلم ولكن ألحد فيما بعد سكير يحكم المنظول بيد والقرع باليد الأخرى. كل أغانيه تنتقد الحكومة وتعادي سياسة الدولة. عنده شعبية كبيرة خاصة في منطقة القبائل، وكثير من الشباب القبائلي حتى في وقتنا الحاضر يعتبروه قدوة. كان يسعى إلى تقسيم الجزائر وانفصال منطقة القبائل، وأشار لهذا في كثير من أغانيه. أشهرها أغنية استعمل فيها لحن النشيد الوطني قسما كإهانة لأحد رموز السيادة الوطنية، يدعو فيها إلى انفصال منطقة القبائل عن الجزائر وتطهيرها من العنصر الغير قبائلي، وهو نفس اللي تدعو له منظمة الماك الإرهابية في وقتنا الحاضر. تعرض للاختطاف عام 1994 من قبل الجماعات الإرهابية، وتزامن اختطافه مع مقتل الشاب حسني في عام 1998. كان مار بسيارته بطريق بني دوالة في تيزي وزو، وتم إطلاق النار على سيارته وأصيب في الرأس مما أدى إلى الوفاة في عين المكان. معطوب الوناس مات كافر وما مات الشهيد كما يعتقد الكثير من أنصاره. الناس بزاف يعتبروه بطل، ولكن أنا في رأيي كان خائن يسعى إلى تقسيم الجزائر وانفصال منطقة القبائل. سلام.